خطوات دهان الدوكو الشفاف ومراحل التشطيب كاملة بالتفاصيل بطريقة شرح الخامات. الفيديو هيبتدي من البداية. في البداية هنتعرف على مراحل التأسيس سريعا، وفي التشطيب هنتابع التفاصيل بالشرح كامل إن شاء الله بالتفاصيل. في البداية يا جماعة دوت وش سيلر خفيف. الكيلو السيلر بياخد كيلو تونر، وبتطلع بتدي وش سيلر، وبتطلع بعد كده المعجون زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع التأسيس. انا سايب لك الرابط في اول تعليق. مراحل التأسيس بتتكلم من البداية للنهاية في الشرح اللي في اول تعليق. احنا هنتكلم في الفيديو ده على مراحل التشطيب بس سريعا. بنتكلم على مراحل التأسيس. بعد المعجون بتبدأ بمرحلة الصنفرة، ان انت بتنظف السطح بتاع القشرة كله. بتخش في مرحلة البليستر. الكيلو البليستر زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع البليستر، الكيلو البليستر بياخد غطاء واحد مصلب، وبتطلع بترش. بتستخدم مسدس بليستر. اللي غرض من البليستر دي يا جماعة ان احنا بنسد المسام بتاع القشرة والمسام بتاع الخشب. بس انت مش بتدي وش بليستر واحد عشان ما يعملش معاك ايه، مش هيعمل معاك لحمية. البليستر بيحتاج وش واتنين. انت بتشتغل على حسب المسام بتاعة القشرة لحد لما تقفلها وتبقى سايحة بالنظام اللي حضرتك شايفه. في التصفية بتصفي بصنفرة 150، وبعد كده بتشتغل التجريح بتاعة الصنفرة بصنفرة 320. الصنفرة 320 الغرض منها ان انت بتزيل التجاريح بتاعة الصنفرة عشان ما تبانش في التشطيب. بتخش بقى في التشطيب دي يا جماعة لون ابيض شفاف. تمام. الكيلو البوهية الدوكو بنضيف على الكيلو البوهية الدوكو 4 كيلو طنر. بيعطينا الدوكو الشفاف. وبتطلع بترش بتعطي وش في وش، مش بترمي على الشغل بتاعك مرة واحدة، لا انت بتدي وش زي ما حضرتك شايف كده. ده الشغل وهو ايه لسه ما ترشش فيه حاجة. ده يعني اول وش بتطلع بتديه مش بيبقى باين على الشغل، بيبدأ يبان معاك من تاني وش. انت بتدي وش خفيف في وش خفيف لحد لما توصل للدرجة اللي انت محتاجها. عشان لو انت حضرتك تقلت الدوكو بتاعك وطلعت بترش عاوز تكسي الشغل بتاعك من اول وجه، هتيجي تبص على الشغل بتاعك هتلاقي اللون بتاعك غامق واللون المطلوب بس هتلاقيه محبب، وهتلاقي اللون بتاعك ملطش. فانت تغبر لحد لما توصل الدرجة بتاعتك مش هتبقى مش هتبقى غامقة ولا فاتحة. بعد كده بتطلع بتتبع الشغل بتاعك. الغرض من التتبيع ده ان انت بتجمع الشغل جنب بعض، وبتبتدي ان انت بتتبع الشغل بتاعك عشان ما يبقاش فيه ضلفة فاتحة وضلفة غامقة، لا جنب فاتح لا درج غامق. انت بتقفل الشغل بتاعك وبتتبعه، وبعد كده بتعطي وش مط، وبتخش في مرحلة التنعيم. بتنعم بصنفرة 800. ودي يا جماعة موضوع الفيديو القادم ان شاء الله. ده فيديو بيتكلم عن طريقة البودرة او طريقة تأسيس البودرة البلجيكي، ومراحل التشطيب هتكون كاملة. بس يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك، لان يا جماعة احنا بنتعب والله يعني عشان نستمر معاكم بكل جديد. تدعمونا بلايك. انا مش عايز منك فلوس، انا مش عايز منك اكتر من الدعم. بعد كده بتبتدي في مرحلة الورنيش. انت بتبتدي ان انت بترش على حسب اللمعة اللي انت محتاجها. يعني محتاج لمعة مطفية بترش لمعة مطفي، محتاج لمعة عالية بترش بترش مط لامع او بترش ورنيش لامع. اهم حاجة في الورنيش ان انت بتسيح الشغل بتاعك عشان يعطيلك ملمس ناعم. وده الشغل في النهاية، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.